السلام عليكم. الحمد لله، النادي الإفريقي 4-4، 3 نقاط جديدة اليوم في لقاء ترجي جرجيس. لقاء فض الشراكة مع الترجي الجرجيسي. اليوم النادي الإفريقي تخلى بتشكيلة فيها تغيير. اللاعب حمزة الخضراوي اللي بدأ المقابلة على البنك، كان ثم ضغط عالي من النادي الإفريقي في الشوط الأول، ولكن ترجي جرجيس كان معناها واقف مليح في وسط الملعب. وكانت الخطة الدفاعية اللي اعتمدها المدرب أنيس بوجلبان كانت ناجحة، وكان يعتمد على الهجمة المعاكسة على المرتدات. دونك النادي الإفريقي حاول يضغط في الشوط الأول. كان ثم كرات عن طريق بسام أسرار في آية مالك والزمزمي. دونك ثم طريقة لعب واضحة من النادي الإفريقي، ثم محاولة انك تفرض الاسلوب متاعك في وسط الملعب وتحاول توصل الكرة لحمدي العبيدي. ولكن للأمانة رغم أنه النادي الإفريقي اليوم ما كانش مقنع بطريقة كبيرة بحكم طريقة اللعب تاع ترجي جرجيس اللي كانت تعتمد على التكتل الدفاعي وغلق المنافذ وتعبية وسط الميدان بثلاثة ملاعبية. دونك رغم أنه النادي الإفريقي ما كانش مقنع كما حكيت، ولكن الحمد لله اللاعب أيت مالك تمكن انه يفك الشفرة تاع دفاع ترجي جرجيس وسجل لنا الهدف الأول في أواخر الشوط الأول. دونك النادي الإفريقي الحمد لله 3 نقاط مهمين لمواصلة ريادة البطولة التونسية في انتظار باقي الجولات، في انتظار التراب هذه اللي باش تصير فسح المجال للمنتخب الوطني للاستحقاق الإفريقي. دونك ما زالت الخدمة في انتظار المدرب بتوني. الشوط الثاني المدرب بتوني يحاول أنه يواصل نفس الاعتماد على الضغط العالي، محاولة إيصال الكرة للحمدي العبيدي. ولكن لاحظنا أنه ترجي الجرجيس حاول أنه يسجل، وكان معناها قريب انه يسجل هدف تعادل عن طريق الجابري، ولكن الحمد لله المهاجم ضيع الكرة. لاحظنا كذلك انه ثم شوية ربثة في الحارس غيث اليفرني. ان شاء الله مع مرور الوقت مع مرور الجولات يتحسن في التمارين، ان شاء الله يزيد يتحسن اكثر وتولي عنده اكثر ثقة في نفسه في الصعود للكرات العالية. دونك كيف كيف لاحظنا أن المدرب التونسي قام بإشراك رشاد العرفاوي غيث عفوا قلالش عبد الملك قلالش، كيف كيف اللاعب آدم قرب. ولكن للأمانة حسب رأيي المتواضع أنه ثم برشا ملاعبية بين قوسين راكاي في النادي الإفريقي ما يستحقوش حمل قميص النادي الإفريقي كيما العرفاوي كيما قرب اللي زايد في الميزان. ما نعرفش لأنه مسموح للاعب في نادي افريقي باش يكون عنده ميزان زايد بالشكل هذا. دونك ان شاء الله يتحسن اللاعب، علاش لا؟ ان شاء الله نحن امنا باللاعب هذا في يوم من الايام. حكينا انه يكون مستقبل الكرة التونسية في المراوغات وفي معناها في الهجمات السريعة في الناحية الهجومية. ولكن لحد الآن آدم قرب ما نجمش لحد اللحظة إنه يثبت إمكانياته، في انتظار إنه يتحسن أكثر، في انتظار إنه يخدم على الجانب البدني متاعه. دونك اليوم ماتش ممتاز بالنسبة لغيث الزعلوني اللي كان ممتاز في الناحية الهجومية والناحية الدفاعية وعاون برشا هجوم النادي الإفريقي، وكيف ساند الدفاع النادي الإفريقي. ثنائي ممتاز ياسين بوعبيد حمزة بن عبدة كالعادة. اللاعب الكاميروني كيف كيف ممتاز. ولكن ثم احتراز صغير في ضربة جزاء تاع بسام أسرار اللي شخصيا نعتبر أنها ضربة جزاء لم تمنح للنادي الإفريقي، ولكن الحكم كان عنده يسرب عليه، كان عنده رأي آخر ومنح معناها مخالفة لفريق جرجيس، ما عطاناش ضربة جزاء في انتظار معناها التأكيد في المافيولا إن شاء الله. دونك على العموم 3 نقاط مهمين برشا بالنسبة للنادي الإفريقي. ما ثماش برشا إقناع، وذلك أن الصبغة الدفاعية اللي اعتمدها ترجي جرجيس. والحمد لله إنه المهم والأهم إنه الكونتير بتاع النادي الإفريقي يماركي، و3 نقاط مهمين تخلي النادي الإفريقي مترا في الصدارة في البطولة التونسية 12 نقطة، 4 جولات 12 نقطة، حاجة ممتازة برشا. النادي الإفريقي بالعلامة الكاملة يواصل الريادة في البطولة التونسية، وإن شاء الله تتواصل الخدمة، وإن شاء الله يتواصل العمل ويتحسن إن شاء الله الأوتوماتيزم بين الملاعبية. وإن شاء الله في دخول إن شاء الله كيزومبي، ودخول الكاميروني المهاجم الكاميروني أيضا، ودخول كما حكيت الملاعبية اللي مازالوا عندهم إصابات كما علي يوسف. دونك إن شاء الله تتحسن التشكيلة، وإن شاء الله يتحسن
الأداء وطريقة اللعب كيف يصير برشا انسجام في المستقبل. الخدمة ما زالت متواصلة، وشكرا للملاعبية الكل اللي عملوا معناها ماتش ممتاز تكتيكيا، وكانوا معناها عند حسن الظن، وجابونا 3 بوان اللي مستحقين برشا باش النادي الافريقي تكون في صدارة البطولة الوطنية. ورقة صفراء نالها المدرب التونسي لا لشيء في آخر اللقاء، انه حسب تقدير الحكم يسرب عليه انه حاول اضاعة الوقت، وهذا ما نتصورش انه نية المدرب انه ضيع الوقت في اخر اللقاء، لانه خذا الكرة وعمل بها منها جست تكنيك، ولكن الحكم يسرب عليه، شاف انه البيتوني تعمد اضاعة الوقت واعطاه ورقة صفراء. دونك في المجمل ترخيص للقاء اليوم 3 نقاط مهمة للنادي الإفريقي، في انتظار إن شاء الله القادم، في انتظار مواصلة العمل، وإن شاء الله ديما النادي الإفريقي الانتصارات متواصلة، وديما فرزة سيا.